السنسور أو الحساس أو المستشعر هو واحد من أهم الكومبوننت المستخدمة في مجال الإلكترونيات ومجال الكنترول، وبيدخل في كتير من التطبيقات الحياتية والتطبيقات الصناعية. فتقريبا مش هنلاقي أي حاجة في حياتنا دلوقتي من غير ما يكون مستخدم فيها نوع من أنواع السنسور. علشان كده مهم جدا لأي حد شغال في مجال الإلكترونيكس أو مجال الكنترول إنه يكون ملم بشكل كافي بموضوع السنسور، وده اللي احنا هنحاول نوصل ليه النهاردة عن طريق اننا هنشرح بشكل كافي وبشكل مبسط كل حاجة تقريبا تخص السنسور، من حيث ايه هو السنسور وايه هي فكرة عمله وايه هي تصنيفاته وانواعه. فتابع معايا الفيديو ده للآخر عشان تقدر تلم كل حاجة خاصة بالسنسور. معاكم مهندس محمد راجي، ودي قناة باور انرجيا. يلا بينا نبدأ الفيديو. في البداية هنبدأ نعرف السنسور. فايه هو السنسور؟ في تعريفات كتير جدا للسنسور، ولكن التعريف الأسهل والأكثر وضوح هو إن السنسور عبارة عن جهاز بيقوم بتحويل كمية فيزيائية معينة زي درجة الحرارة أو الضغط إلى كمية كهربية زي التيار أو الجهد أو الشحنة الكهربية. وبالتالي نقدر نستنتج من التعريف ده إن السنسور عبارة عن جهاز بيستخدم في استشعار كمية فيزيائية معينة، وبيقوم بتحويل الإشارة دي إلى كمية كهربية معينة. وفي تعريف تاني للسنسور، وهو إن السنسور هو عبارة عن جهاز إلكتروني بيقوم بتحويل الإشارة الفيزيائية إلى إشارة كهربية. طب ده بالنسبة لإيه هو السنسور؟ نيجي بقى لتصنيفات السنسورز. فالسنسورز بتتصنف بناء على إيه؟ في تصنيفات كتير جدا للسنسورز، ولكن التصنيف الأكثر شيوعا والأكثر استخداما هو إن السنسورز بتنقسم لجزئين، وهما الأكتيف سنسورز والباسيف سنسورز. طب ايه هي الاكتيف سنسورز والباسيف سنسورز؟ الاكتيف سنسورز هي حساسات بتقوم بتوليد جهد كهربي وبتتصرف زيها زي الجنريتور. فالسنسورز اللي بتكون من النوع الاكتيف سنسورز بتقوم بتحويل الطاقة المرتبطة بالكمية الفيزيائية اللي بتستشعرها إلى طاقة كهربية، سواء كانت جهد أو تيار أو شحنة كهربية. والنوع ده من السنسورز بيتميز بأنه يقدر يشتغل من غير ما يحتاج إلى مصدر تغذية خارجي. وأشهر مثال للأكتيف سنسورز هو الفوتوفولتيك سيلز، اللي هي الخلايا الضوئية اللي بتستخدم في إنتاج الطاقة الكهربية. فالكمية الفيزيائية المستشعرة في الفوتوفولتيك سيلز هنا هي شدة الضوء اللي بتستخدم في النهاية عشان تتحول إلى طاقة كهربية، سواء كانت تيار أو جهد. أما النوع التاني من السنسورز أو التصنيف التاني للسنسورز فهي الباسيف سنسورز. والفرق ما بينها وما بين الاكتيف سنسورز هو ان الباسيف سنسورز مش بتولد فرق جهد، والنوع ده من السنسورز بيتصرف كمقاومة متغيرة. علشان كده في النوع ده من السنسورز لازم يتوصل بمصدر طاقة خارجي علشان يولد لنا طاقة كهربية. ودي كانت تصنيفات السنسورز، وعرفنا ان السنسورز بتتصنف لجزئين رئيسيين، اما اكتيف سنسورز او باسيف سنسورز، وعرفنا ايه الفرق ما بينهم. نيجي بقى لانواع السنسورز. فالسنسورز بتختلف بناء على الكمية الفيزيائية اللي هيستشعرها والابليكيشن اللي يستخدم فيه السنسور، وبناء عليه بتختلف أنواع السنسورز. ولكن أشهر أنواع السنسور وأكثرها استخداما هما التمبريتشر سنسور اللي هو مستشعر الحرارة، والبريشر سنسور اللي هو مستشعر الضغط، والبروكسيمايتي سنسور اللي هو مستشعر التقارب، والليفل سنسور اللي هو مستشعر المستوى، والأكسلريشن سنسور اللي هو مستشعر التسارع، والانفراريد سنسور اللي هو مستشعر الأشعة تحت الحمراء، والأولتراسونيك سنسور اللي هو مستشعر الموجات الفوق صوتية، والهوميدايتي سنسور اللي هو مستشعر الرطوبة. فدول هم أشهر أنواع السنسور وأكثرها استخداما في الابليكيشنز المختلفة. فهنبدأ نشرح كل نوع من الأنواع دي بالتفصيل، وهنوضح فكرة عمل كل واحد منهم. فخلونا نبدأ بأول نوع منهم، وهو التمبريتشر سنسور اللي هو مستشعر الحرارة. والتمبريتشر سنسور بيعتبر واحد من أكتر أنواع السنسور المستخدمة في التطبيقات الصناعية. ووظيفة التمبريتشر سنسور ده فزي ما هو واضح من اسمه، فهو بيستخدم لقياس التغيرات اللي بتتم في درجات الحرارة. وفكرة عمله هي إن كل ما اتغيرت درجة حرارة الوسط المحيط بالسنسور بتتغير بعض خصائص السنسور زي الجهد الكهربي والمقاومة. وبالتالي نقدر نستنتج من الكلام ده إن الكمية الفيزيائية اللي بيستشعرها السنسور هنا هي درجة الحرارة، أما الكمية الكهربية اللي بتتحول ليها السيجنال هي الجهد الكهربي أو المقاومة.
وفي أنواع كتير ومختلفة من التمبريتشر سنسور. فالتمبريتشر سنسور ليه استخدامات كتيرة جدا، فبيستخدم في ابليكيشنز كتيرة زي السيارات والموبايلات والكمبيوتر والتكييفات وأجهزة قياس الحرارة الترمومتر وتطبيقات تانية كتير. أما تاني نوع من السنسورز فهو البريشر سنسور اللي هو مستشعر الضغط، وزي ما هو واضح كده من الاسم، فالكمية الفيزيائية اللي بيستشعرها هي الضغط، والكمية الكهربية اللي بتتحول السيجنال ليها في النهاية هي التيار أو الجهد أو الشحنة الكهربية. والبريشر سنسور بيصنع من أغشية رقيقة بتكون قابلة للانحناء والثني لما يحصل ضغط عليها. وفي أنواع من البريشر سنسور دلوقتي بتستخدم الباينري سيستم اللي هو النظام الثنائي. ففكرة عمل البريشر سنسور هي شعور بضغط معين على السنسور وتحويله لسيجنال، والسيجنال دي في النهاية بتتحول لكمية كهربية معينة. وبتستخدم البريشر سنسور بشكل كبير مع السوائل، وأشهر مثال على كده هو استخدام البريشر سنسور في الخزانات. أما تالت نوع من أنواع السنسورز هو البروكسيميتي سنسور اللي هو مستشعر التقارب. والنوع ده من السنسور بيكون من النوع النون كونتاكت سنسور اللي هو مستشعر غير لمسي، والنوع ده بيستخدم في الكشف عن وجود جسم بالقرب من مكان السنسور. وفي 3 أنواع فرعية من البروكسيميتي سنسور، وهما الاندكتيف بروكسيميتي سنسور اللي هو الحساس التقاربي الحسي، والكاباستيف بروكسيميتي سنسور اللي هو الحساس التقاربي السعوي، والاوبتيكال بروكسيميتي سنسور اللي هو الحساس التقاربي الضوئي. والنوع ده من السنسور بيستخدم بكثرة في كتير من التطبيقات زي السيارات والطيارات والموبايلات وأجهزة الاستشعار عن بعد وأجهزة الأمن. والبروكسيميتي سنسور ده قصة كبيرة جدا، وزي ما احنا شفنا ليه أنواع فرعية كتير، وبالتالي نشرحه بشكل مفصل أكتر وأكتر في فيديو لوحده بعد كده. أما رابع نوع من أنواع السنسورز هو الانفراريد سنسور اللي هو مستشعر الأشعة تحت الحمراء. والنوع ده من السنسور بيعتمد في مبدأ عمله على ضوء الأشعة تحت الحمراء. وفي نوعين من الانفراريد سنسور، وهو الترانسميتيف سنسور اللي هي المستشعرات المرسلة، والريفلكتيف سنسور وهو المستشعرات العاكسة. فأول نوع من الانفراريد سنسور وهو الترانسميتيف سنسور وهي المستشعرات المرسلة. وفي النوع ده اللي بترسل الأشعة هي لمبة صغيرة بتكون موجودة بتخرج انفراريد لايت. أما مستقبل الأشعة فبيكون عبارة عن دايود ضوئي. وفكرة عمل النوع ده من السنسور بتتلخص في إن الجزء الترانسميتيف والجزء الريفلكتيف بيكونوا موجودين قصاد بعض، وبيبدأ يبعت الجزء الترانسميتيف إشارة ضوئية انفراريد للجزء الريفلكتيف اللي بيقوم بدوره في استقبال الإشارة دي. فالسنسور ده عبارة عن جزء مرسل وجزء مستقبل، والجزء المستقبل ده بيكون جزء ريفلكتيف بحيث إن الإشارة بتنعكس منه تاني للجزء الترانسميتيف. وفي حالة إن جسم بيمر ما بين الترانسميتر والريسيفر فبيقطع الأشعة دي وما بترجعش توصل للجزء الترانسميتر، وبالتالي بيحدد هنا السنسور إن في جسم ما عدى وقطع الأشعة دي. والانفراريد سنسور بيستخدم في السيارات والموبايلات والروبوتات وأجهزة الأمن والاستشعار وأجهزة التفتيش. أما خامس نوع من أنواع السنسورز فهو الهوميدايتي سنسور اللي هو مستشعر الرطوبة. وزي ما هو واضح من اسمه كده، فالنوع ده من السنسور بيستخدم في قياس الرطوبة والإحساس بوجودها، وبالتالي نقدر نستنتج من الكلام ده إن الكمية الفيزيائية في النوع ده من السنسور هي الرطوبة، والكمية الكهربية هنا هي الجهد أو التيار أو الشحنة الكهربية. وبيتكون الهوميدايتي سنسور من جزئين، وهما إلكترونيك بورت اللي هي اللوحة الإلكترونية، ومسبار مكون من وتدين دورهم هو استشعار المياه الجوفية في التربة. والهوميدايتي سنسور بيحتوي على ريوستات اللي هي المقاومة المتغيرة علشان يقدر يعدل من الديجيتال اوتبوت بتاعته، وكمان بيكون فيه مؤشر للتشغيل ومؤشر تاني للديجيتال اوتبوت الخاص بالهوميدايتي سنسور. اما سادس نوع من انواع السنسورز هو الليفل سنسور اللي هو مستشعر المستوى. والليفل سنسور هو عبارة عن مستشعر تناظري، وفكرة عمله بتعتمد على تغير الجهد الخارج منه مع تغير مستوى غمر السنسور في السائل. وبالتالي نقدر نستنتج من الكلام ده إن الكمية الفيزيائية المستخدمة في السنسور ده هي مستوى السوائل، والكمية الكهربية هي الجهد الكهربي. وبالتالي نقدر نستنتج إن الليفل سنسور بيستخدم مع السوائل. فهنلاحظ إن الليفل سنسور بيكون موجود في الخزانات ومواتير المية، بحيث إنه بيتظبط على مستوى معين في الخزان. لو المية داخل الخزان قلت عن المستوى اللي عنده الليفل سنسور
بيبدأ يبعت سيجنال للموتور عن طريق دايرة كنترول معينة علشان الموتور يبدأ يشتغل ويملى تاني الخزان. وهنلاقي ان في ليفل سنسور تاني بيكون موجود في اعلى الخزان علشان لما المية توصل داخل الخزان للليفل ده يبدأ يبعت سيجنال تانية للموتور عشان الموتور يفصل ويوقف ضخ المية داخل الخزان، بحيث ان المية في الخزان ما تزيدش عن مستوى معين وما تقلش عن مستوى معين برضو. اما سابع نوع من انواع السنسور هو الاكسلريشن سنسور اللي هو مستشعر التسارع، والنوع ده عبارة عن جهاز مصمم علشان يحسب أبسط التغيرات في معدل الحركة في اتجاه معين اللي هي الأكسلريشن أو العجلة. وأشهر استخدام للأكسلريشن سنسور بيكون في السيارات علشان يقدر يحدد مقدار العجلة اللي بتتحرك بيها العربية عن طريق إنه بيحسب السرعات المختلفة اللي بتتحرك بيها في الأزمنة المختلفة ويقسمهم على بعض، وبالتالي نوصل للعجلة اللي بتتحرك بيها العربية. واخر نوع من انواع السنسور اللي هنشرحها هو الالتراسونيك سنسور اللي هو مستشعر الموجات فوق الصوتية. فالالتراسونيك سنسور زيه زي البروكسيميتي سنسور، فهو من النوع النون كونتاكت سنسور اللي هو مستشعر غير لمسي، وبيستخدم الالتراسونيك سنسور في قياس المسافات وقياس سرعة جسم معين عن طريق انه بيرسل موجات فوق صوتية، وتبدأ الموجات دي تصطدم بالسطح وترجع تاني للسنسور، وبالتالي يقدر يحسب المسافة عن طريق انه يحسب الزمن اللي استغرقته الموجات دي من لحظة خروجها من السنسور حتى الرجوع ليه مرة تانية. والالتراسونيك سنسور بيستخدم في مجالات كتير جدا زي حساب الأعماق تحت البحار وحساب الأعماق داخل الكهوف والجبال، وكمان بيستخدم في عمليات الحفر والتنقيب عن البترول والذهب والمعادن المختلفة. فالالتراسونيك سنسور بيرسل موجات فوق صوتية، بمعنى ان الموجات دي بيكون ترددها اكبر من اقصى تردد تقدر اذن الانسان الطبيعية انها تسمعه، واقصى تردد يقدر الانسان الطبيعي انه يسمعه هو 20 كيلو هرتز. طب ايه هو ملخص الكلام اللي قلناه النهاردة ده؟ النهاردة احنا عرفنا السنسور وقلنا ان هو جهاز الكتروني بيستخدم لتحويل كمية فيزيائية معينة الى كمية كهربية معينة، ووضحنا ان السنسورز بيتصنف طبقا لحاجتين، وهما سنسور بتولد فرق جهد وما بتحتاجش المصدر تغذية خارجي وهي الاكتيف سنسور، وسنسورز ما بتولدش فرق جهد كهربي وبتحتاج لمصدر تغذية خارجي وهي الباسيف سنسور. وقلنا اشهر واكتر 8 انواع من السنسورز بتستخدم في الاندستريال ابليكيشنز، وهما التمبريتشر سنسورز والبريشر سنسورز والبروكسيميت سنسورز والانفراريد سنسورز والهوميدايتي سنسورز والليفل سنسورز والاكسلريشن سنسورز والالتراسونيك سنسورز. وضحنا كل نوع منهم وفكرة عمله واستخداماته في التطبيقات المختلفة. وبكده يبقى احنا شرحنا كل حاجة خاصة بالسنسور. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان توصلك الفيديوهات اول باول. ولو عندك اي معلومة حابب انك تضيفها او اي سؤال تقدر تسيبهولنا في الكومنتات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.